لما عملت الفيديو ده عشان ابين لهم ان الممر ضيق وفي الاخر بنلاقي تابوت، ووضحت ازاي دخلوا التابوت ان هم يدخلوا اول بعد كده بيبنوا الدور. في ناس قالوا طب وازاي خرجوا؟ انتوا مش واخدين بالكم من الكسر ده؟ انتوا مش واخدين بالكم من الكسر ده يا فندم ويا استاذي؟ عشان يتفتح التابوت ده حطوا ديناميت من هنا، فانفجر معاه ايه؟ الغطا. الغطا اتكسر مليون حتة واتسحب بره، فبالتالي لازم نفكر. في بقى معلومة عايزة اوضحها لكم. هو انتوا لما رحتوا المتحف المصري ما لاحظتوش ان التمثال الضخم ده جوه داخل المتحف، مع ان بوابة المتحف صغيرة قوي؟ يا ترى دخلوه ازاي؟ طبعا هو ما اتكسرش وما اتقطعش وما حصلوش اي حاجة من دي. عملوا زي ما عمل المصريين القدماء، حطوه هو الاول وبعد كده بنوا عليه المتحف. ما سألتوش نفسكم السؤال ده؟ عشان تعرفوا ان المصريين القدماء لما كانوا بيعملوا حاجة الغرب بيتعلمها وبيعيدها تاني بمنتهى السهولة، انتوا بقى بتفضلوا واقفين تستغربوا. طب ما تشغلوا مخكم شوية، يعني انتوا لما شفتوا ده ما استغربتوش ليه؟ دخل ازاي من الباب؟ ده هيفضل موجود لغاية لما نهد المتحف ونطلعه.